انا صحيت 5 الفجر لمده سنه متواصله، ومن بعد الفيديو ده باذن الله هتقدر تعمل كده، عشان دي الطريقه اللي انا عملتها وساعدتني اني انتظم وانجح في الروتين ده. يوم ما خدت القرار دورت على طريقه تخليني ان اصحى 5 الفجر، ولكن لقيت معظم الفيديوهات بتتكلم عن ازاي تظبط نومك، وبعد تدوير كتير عرفت ان عشان اصحى الفجر لازم انام بحد اقصى الساعه 10 بالليل، وعشان كده قررت ابدا في التنفيذ. جت الساعه 10 قفلت الانوار ودخلت في السرير، ولكن فضلت اكتر من ساعتين مش عارف انام، وده بسبب ان اليوم ده كنت صاحي متاخر، فما كانش عندي الامكانيه اني انام بدري. حسيت ان الموضوع صعب واني ممكن افشل في التجربه، ولكن انا قررت اني مش هستسلم. دورت في الموضوع تاني عشان الاقي حل، لغايه ما قريت جمله غيرت تفكيري تماما. عشان تظبط نومك لازم تظبط صحيانك، وعشان كده جربت انفذ الطريقه الجديده. قررت اني اخش انام في ميعادي الطبيعي الساعه 12، ولكن عملت منبه يصحيني الساعه 4:30. صحيت بالعافيه وما كنتش قادر اقوم، ما كنتش فايق ولا قادر اذاكر او اعمل اي حاجه في اليوم، واليوم كنت عمال ازق فيه بالقهوه. ولكن بمجرد ما جت عليا الساعه 10 لقيتني بنام تلقائي، واليوم اللي بعده لقيتني بصحى 5 الفجر وانا فايق عن الاول. ويوم عن يوم بدات اتعود ان يومي يبدا 5